سيبك محتار. دلوقتي التوابل دي كانت بتيجي من الهند وشرق اسيا زي ما قلنا عن طريق المحيط الهندي، وبتوصل منه لميناء عدن او ميناء جدة واللي كان المماليك مسيطرين عليهم، وعن طريق البر كانت التوابل بتوصل للقاهرة ومنها الاسكندرية، ومن اسكندرية تتشحن في سفن تانية علشان تروح لاوروبا. واللي كانوا بيشتروا التوابل دي من المماليك كانوا مجموعة تجار من فينيسيا او اللي هي البندقية، والتجارة دي خلت الدولة المملوكية دولة غنية وقوية ومستقرة، ومصر كانت بتكسب ملايين الدنانير من رسوم وضرايب التوابل اللي بتمر في اراضيها. لكن دوام الحال من المحال واتقلبت الترابيزه على المماليك لما ملك البرتغال جون الثاني ما كانش عاجبه ان المسلمين هم اللي مسيطرين على تجاره التوابل، وما كانش فيه حبايه فلفل واحده بتتحرك من الهند الا بامر المماليك. وهنا جون الثاني بدأ يفكر هو ليه لازم يبعت للمماليك ويتحايل عليهم علشان يبعتوا له شويه توابل؟ انا ليه ما اعملش علاقات مع الهند وتاجر معاهم مني ليهم من غير وسيط؟ والتوابل في الوقت ده كانت اهم واغلى من الذهب، وكانت اهم مدن اوروبا هي اللي بتتاجر فيها، وكان في اقتصادات كامله قايمه عليها. وعشان تعرف تتخيل الموضوع بالظبط، فتجاره التوابل زمان كانت عامله زي تجاره البترول دلوقتي، وما كانش حد بيقدر يشتري التوابل الا الامراء والنبلاء، وكان عامه الشعب بيحلموا بشويه فلفل يحطوهم على الاكل. المهم ان جون الثاني بعت رحله استكشافيه تلف حوالين افريقيا بقياده مستكشف ورحاله اسمه بارتولوميو دياز، ونجح الرحاله ده انه يكتشف الطريق اللي هيقدر يوصلهم للهند من غير ما يعدوا على المماليك، وسماه وقتها رأس الرجاء الصالح، بعد ما كان الطريق ده اسمه رأس العواصف بسبب انه بحر هايج وموجه